تعالي بقى اقولك على اسرع كفتة فراخ ممكن تعمليها لسندوتشات المصيف، وطبعا اكيد لسندوتشات المدارس. خلاص احنا داخلين على موسم المدرسة وتحضير اللانش بوكس. هقولك ازاي تقدري تعمليها وتفرزيها في الفريزر او تعمليها سندوتشات. انا معايا هنا كيلو من الفراخ المفرومة. خلاص انا هقولك مقادير النص كيلو. معايا نص كيلو من الفراخ المفرومة. ما لقيتيش فراخ مفرومة تقدري تجيبي صدور فراخ وتفرميها مع بصلاية كبيرة، معلقتين كبار من البقسماط المطحون. معايا كمان بهارات كده فراخ، معايا ملح وفلفل اسود. وتعالي هقولك على السر اللي يخلي الفراخ بتاعتك او كفتة الفراخ تستوي منك وفي نفس الوقت تبقى الواحدة كده حلوة ومقلوظة. ايه هو السر؟ السر في ربع معلقة من البيكنج صودا او نص معلقة من البيكنج باودر. كل ده في الكبة بتاعتك، ابسط مكونات واسهل طريقة تقدري تعمليها. حابة تضيفي لها بقى فلفل الوان براحتك، حابة تضيفي بقدونس برضو براحتك. انا قلتلك ابسط المكونات واسهل طريقة. هنفرمهم كلهم مع بعض كده في الكبة كويس قوي، وكده بتكون الكفتة بتاعتنا جاهزة. اظن مفيش اسهل من كده، واظن استاهل اللايك والاشتراك والكومنت الحلو منك يا عسل انتي. خلاص حلو كده الكلام، حلو الكلام. فضيها بقى في بولة كده، وهحط لها حوالي معلقتين 3 كده من الزيت. زيت زيتون خير وبركة، زيت ذرة خير وبركة برضه. خلاص مش عايزين بصوا اي حاجة تعجزنا. عايزة اقول لكم الكفتة دي هتطلع تحفة حلوة قوي قوي قوي. تقدري تعمليها وتصبعيها، وهوريكي. كملي بس الفيديو للاخر وتشيليها في الفريزر وتستخدميها وقت المدارس في اللانش بوكس. هتبقى سهلة قوي ان شاء الله. هحاول اعمل لكم كذا حاجة كده وكذا وصفة تنفعك في تحضير لانش بوكس المدرسة. خلاص طيب لو احنا هنعملها بقى في المصيف يا تينو، عايزين بقى نقضيلنا يومين 3 كده قبل المدارس، نعمل ايه بقى؟ ناخدها معانا على البحر كده يا بت، على البسين كده ولا اي حاجة. صينية بتاعتك هتحطي عليها كده معلقة من الزيت، وهتبتدي تصبعي الكفتة بتاعتك. عندك السياخ زي اللي موجود انا هستخدمها دلوقتي، كان بيها. عندك السياخ الخشب كان بيها، ما عندكيش خالص مش مشكلة. هتطلع معاكي مستوية من جوه كده ومنفوشة ومقلوظة. بصوا السر اللي انا قلت لكم عليه ده ما تقولوش لحد، هو ده اللي بيخلي الكفتة كده تبقى نافشة ومستوية من جوه. اللي هي ايه؟ هقولك تاني. رشة البيكنج صودا، او يعني طرطوفة معلقة كده من البيكنج صودا، او نص معلقة من البيكنج باودر. خلاص كده. وهنصبعها بقى، صبعي الحجم اللي انت عايزاه. خلاص دي هنسويها في الفرن عادي خالص. بعد ما هصبعها كده هدخلها الفرن وهوريكي الكفتة عاملة ازاي. حلو الكلام، اظن مفيش اسهل من كده. تقدري بقى مثلا انت هتستخدميها في سندوتشات، تقدري تعملي جنبها شوية مكرونة كده. كل ده على البحر، كل ده على البحر. احنا بنطلع بالمحشي على البحر، في اكتر من كده؟ احنا بنعمل المحشي على البحر. والله احلى ايام ايام زمان دي، والواحد كده كان صغير ما كانش حامل هم اي حاجة، وبنطلع بالمحشي على البحر والسمك على البحر وكله. يلا هنا بقى ايه، هصبع كده بقى ايه. انا عملت النص كيلو الباقي خلاص، وهحطه بقى في علبة في الفريزر، كيس تلاجة كده من تحت. وهصبع بقى ايه الصبع اصغر شوية، يبقى على قد الساندوتش او رغيف العيش. عشان برضو زي ما بقول لكم ايه، انا ابتديت احضر حاجات اللانش بوكس بتاعه المدرسة. بس كده اهو معاكي بقى. انتي خدي نصها اطلعي بيه على البحر، ونصها وديه المدرسة. هنرصهم كده صوابع جنب بعض. اهم حاجة ايه، بين كل طبقة والتانية تحطي كيس تلاجة. بس بالشكل ده كده هتحطيها بقى في الفريزر. تطلعيها كده اول ما تصحي من النوم. طبعا طبيعي احنا كلنا بنصحى من النوم قبل الولاد. اصحي من النوم طلعيها، شغلي الفرن بتاعك
صلي كده ركعتين ويكون الفرن بتاعك اشتغل. حطيها في الصينية، دخليها، مش هتاخد اكتر من ربع ساعة لتلت ساعة على درجة حميان الفرن بتاعك، وهتبقي خلصتي كده. وعقبال بقى مقطعتي شوية خضار على شوية فاكهة للولاد في اللانش بوكس، وعملتي شوية العصير، خلاص تكون الكفتة بتاعتك استوت. تحشي تشحي تحشي الساندوتش بتاعهم وخلاص. بس كده. احنا عايزين بقى خلاص نبتدي بقى نحضر، خلاص مفيش وقت خالص. ونسهل على نفسنا. موضوع طبعا حيرة كل يوم اللانش بوكس، وهنحط فيه ايه وهنعمل فيه ايه. لا ان شاء الله هعمل معاكم كده كام صنف وكام حاجة نحطها في الفريزر تسهل علينا كل حاجة بأمر الله طبعا. كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله يكون عام دراسي سعيد علينا، ويفرحني بولادي ويفرحكم بولادكم ويحفظهم اللهم امين. ادي العلبة كمان جهزت معانا. تعالوا بقى نشوف الكفتة بعد ما استوت. بصوا تحفة 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 فوق ما تتخيلي. طعمها ريحتها كمان انا هعمل لها بقى تركاية كده فحمية. حطيتها، حط عليها كده معلقة من الزيت وغطي عليها بغطا حلة. يا سيدي بقى هتديكي ريحة الشوي وطعمه كمان بتبقى خطيرة. زي ما بنعمل في كفتة اللحمة هنعمل في كفتة الفراخ عادي جدا. حلوة 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 بجد. هسيبها بقى كده شوية لحد ما تشرب من البخار ويشرب منها. بصوا لونها تحفة. هوريكي كمان عاملة ازاي وازاي مستوية من جوه. شايفة الصبع كده زي ما هو كده ومسك نفسه ولا فرول ولا حصل له اي حاجة خالص خالص. بجد كانت حلوة جدا جدا فوق ما تتخيل. جربيها ان شاء الله تعجبك وهتعجب ولادك جدا والله العظيم. انا ولادي قالوا لي ماما طعمها مسكر، انت حاطه فيها سكر؟ قلت لهم لا والله ما حاطه فيها سكر. هي فعلا كانت سكر. بصوا حلوة قوي قوي قوي. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا عاملة ازاي مستوية، طعمها تحفة، كل حاجة فيها مظبوطة. يلا بقى جربيها وفرزيها وان شاء الله تعجبك. اكتبي لي رأيك في الكومنتات. يا رب الفيديو يكون عجبكم. بحبكم قوي. باي باي.